أهلا بكم في قناة قوة الأمير. النهاردة معانا حلقة مليانة بالصفقات والحصريات والأخبار. النهاردة معانا حلقة شيقة جدا. حلقة مليانة بالأخبار والحصريات النهاردة. أهلا بكم في قناة قوة الأمير. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بأول. ويلا بقى نخش في الحلقة. النهاردة الخبر الأول معانا استقالة إدارة نادي الزمالك بالكامل. استقالة كاملة. استقال اللي هو كان يقوم بمهام أعمال النادي، وهو كابتن أحمد مرتضى منصور والكابتن جمال عبد الحميد والنائب. استقالوا النهاردة استقالة جماعية لعدم وجود كده. نادي الزمالك احنا عارفين ان نادي الزمالك يمر بأزمات مالية، وكده نادي الزمالك يعني كده غير مستقر ماديا، وهو كده غير قادر عن ان هو نادي الزمالك اما يمر بأزمة وان شاء الله يعدي بيها، وان نادي الزمالك يعني قادر على تعدية الأزمة دياتي. ونادي الزمالك كبير وجمهور عريق، وجمهور نادي الزمالك وفي. الاستقالة النهاردة ممكن من وجهة نظر الإدارة إن هم كده بعد ضغط الجماهير، إن في معظم الجماهير قالوا إن الإدارة دي تستقيل وإن الإدارة دي غير ناجحة. الإدارة قررت النهاردة تستقيل بالكامل. واستقالت في الأول كان استقال المستشار مرتضى منصور من رئيس النادي، بعد كده استقال من رئيس الاشتراكات والتعيينات، بعد كده تعين أحمد مرتضى منصور رئيس النادي. بعد كده النهاردة حصريا من قناة قوة الأمير النهاردة كده استقالة جماعية، وكده هما غير موجودين أو غير متواجدون، أو نادي الزمالك امبارح أو النهاردة بدون إدارة. دي تسبب استقرار غير مادي واستقرار غير إداري وغير فني، ونادي الزمالك قادر يعدي بالأزمة دياتي. الخبر التاني معانا خبر موضوع اللي هو كابتن أحمد رمضان هتلر ينتقد نادي الزمالك، وقال إن نادي الزمالك غير مستقر وهو عشوائي، وغير إن هو يعني ساعده أو ساعد اللي هم المدرب المساعد والإدارة الفنية لكرة اليد إن هي تقدر تحقق ألقاب لنادي الزمالك. وإحنا عارفين إن نادي الزمالك لما يشارك في البطولة العربية لكرة اليد هو شكر في جمهور نادي الزمالك، وقال إن جمهور نادي الزمالك جمهور عظيم وجمهور عريق وجمهور يعني وفي. واحنا عارفين ان جمهور نادي الزمالك وفي. هو شكر في جمهور نادي الزمالك وقال بعض التصريحات الغير لائقة او السيئة عن الإدارة دي من وجهة نظره الفنية. الموضوع اللي بعد كده معانا موضوع احمد سيد زيزو. احنا عارفين ان هو الشباب السعودي قدم له عرض ب5 مليون دولار، ونادي الزمالك رفض. ونادي الزمالك قال ان هو مش يخرج بأقل من 15 مليون دولار، وان نادي الزمالك مثلا بيرفع السعر عشان يستفيد اكبر استفادة مادية. واحنا عارفين ان نادي الزمالك يمر بأزمات هذه الفترة، وان اخر انباء تقول او تتراوح او انباء او اخبار يعني شبه مؤكدة انه خايفين ان احمد سيد زيزو يرحل يرحل فريق، يفسخ التعاقد ويرحل فريق بدون استفادة نادي الزمالك بولا جنيه، وان نادي الزمالك يطلع من الصفقة كده، وان هو يطلع الصفقة كده وعدم استفادة نادي الزمالك ماديا بان هو يخرج عن طريق نادي الزمالك، ونادي الزمالك ياخد مبلغ ما يحلل له بعض الازمات المالية ويحلل له بعض المشاكل الموجودة في النادي حاليا. نتمنى. هو كده احمد سيد زيزو مش هيعمل كده لان هو ما يحب جمهور الزمالك،
وعارف ان جمهور الزمالك هو لو عمل كده هيزعل، بس احمد سيد زيزو يعني ان شاء الله ان شاء الله مش هيعمل كده. الموضوع اللي بعد كده معانا موضوع ان الاهلي النهارده غير الشعار بتاعه. النهارده الاهلي غير الشعار بتاعه، بقى عبارة عن ان 4 نجوم او 5 نجوم من على الصف كده من فوق، والنسر، وهو الشعار هو. بس الاهلي غير فيه ان هو بدل ما كانوا 10 نجوم خلاهم 4 نجوم ونجمة كبيرة من تحت. الموضوع اللي بعد كده معانا موضوع ان الموضوع الشيق والجميل. الموضوع اللي بعد كده بعد كابتن مدحت شلبي. كابتن مدحت شلبي المذيع والمذيع واللي هو مثلا كان بيقدم برنامج في اون تايم سبورت، يرحل عن اون تايم سبورت والى قناة سي، وان هو كده كابتن مدحت شلبي رحل وعن اون تايم سبورت ورسميا راح لقناة سي. الموضوع اللي بعد كده معانا موضوع شيق، موضوع جميل، موضوع النصر السعودي يرغب في التعاقد مع أحمد عبد المنعم. النصر السعودي يرغب، أو في بعض الأنباء تقول أن النصر السعودي يرغب في التعاقد مع أحمد عبد المنعم. أحمد عبد المنعم النصر السعودي لما يرغب في التعاقد معاه مقابل 10 مليون دولار. النصر السعودي في أنباء، ده خبر حصري من